وفي ملخص الانمي بتاعنا وقفنا الحلقه اللي فاتت لما نزار دخل مع بنت جود مغاره سريه، وبعد كده بيديها كاس عين التنين هديه يابا. ونزار بيكتشف ان جود مرهقه لانها ما نامتش من ايام كتير قوي، فبيستخدم عليها يابا مهاره التنويم من غير ما تاخد بالها، ولكنها لما بتروح في النوم بتظهر الحقيقه وانها يابا اميره الجنيات راف اللي الكل بيدور عليها عشان يقتلها. وبعد كده يابا نزار بيلاقي بيضه غريبه جدا في قلب المغاره. فانزل بسرعه ولا اعمل لايك للفيديو لان اليوتيوب عامل معانا الهونجا بونجا، وعايزين نوريله ان عيله نور اقوى من اي حاجه، وان الفيديو دوت يقدر يجيب 3000 لايك بالصلاه على النبي. ويلا بينا نخش على ملخص الانمي بتاعنا. ライオン真のエスカノール وفي مكان بعيد في مملكة الجنوب اللي بتحكمها عيشة بنلاقي ان زمايل نزار في مغارة، ولكن واضح انهم مفشوخين، والبت لمياء بتحاول تساعد صاحبتها، وسما بتقول انا لازم انقذ اصحابي، بالوضع دوت هنموت كلنا وهيتعمل معانا الهونجا بونجا. ولكن يابا بنلاقي سيف اتدخل وبيقضي على كل الوحوش، بس سما بتلاحظ انه مش مبالي لو هجمة منه جت في اصدقائه، ومش مبالي اصلا حتى لو حد من اصدقائه مات بالغلط، واهم حاجه عنده انه يرفع مستواه. وبنشوف ساعتها جود وهي بتسلم الكاس للحراس، وبعدها بتروح تشكر نزار وبتقول له بكره هيسلموني المكافاه بتاعت الكاس يا ولي. ونزار بيقول لها بص بقى يا بت وراها في موضوع النهارده بالليل عاوز اتكلم معاكي فيه ضروري. وبنشوف نزار يابا بعد لما نجح يعمل التعويذه بتاعت تقويه الوحوش بالصلاه على النبي، ولكنه بيسمع حد بيخبط على الباب، فبيقول لمازن مالكش نصيب دلوقتي يا ولي. وبتكون جود يابا بيقول لها انا عاوز اعينك حارسه عندي يا بت رهف، وهدفع لك كل اللي تقولي عليه. ولكن جود يابا بتكون خايفه ومتردده، بس نزار بيقدر بذكائه يفهم ده، وبيناديها باسمها الحقيقي وبيقول لها لو انت يا جود مش واثقه فيا فخلاص. فبتقول له الموضوع مش موضوع ثقه يا عم نزار. ايه ده ثانيه واحده انت قلت لي يا جود مش يا رهف، انت عرفت اسمي منين يا عم الحاج؟ فبيقول لها ما تخافيش انا اللي القيت عليكي تعويذه النوم لان لاحظت انك مرهقه، وعلى فكره انا ما كنتش نايم، انا كنت قاعد احرسك علشان محدش يشوفك ويكشف سرك بالصلاه على النبي، وانا عارف انك كنت متردده تقبلي العرض بتاعي لان السفر مع شخص غريب وانت بتخفي سر كبير زي كده هيكون صعب بالصلاه على النبي، علشان كده قلت اطمنك واقول لك اني عارف كل حاجه، وما تخافيش يا بت يا جود انا مش هقول لحد نهائي. وساعتها جود يابا بترجع لشكلها وبتقول له خلاص يا ويلي انا بقيت واثقه فيك بالصلاه على النبي. فبيقول لها انا اسمي الحقيقي محمد مش نزار بالصلاه على النبي، وما تخافيش انا مش هندهلك باسم جود قدام الناس. وهي بتقول له وانا كمان مش هندهلك محمد قدام الناس يا ولي. وساعتها محمد بيقول لها خد يا بت يا جود ده الراتب بتاعك. وجود بتمسك الجواره ولكنها بتتصدم وبتقول لا يا عم الحاج ده كتير، دي جواره غاليه جدا، ده السوق كله ما فيهوش جواره زيها. فبيقول لها ده انا كنت بفكر اديكي واحده كمان بالصلاه على النبي. فبتقول لا يا عم خد الجواره بتاعتك انا مش هقدر اقبلها، دي جواره يابا بتخرج من وحوش التنانين الزرقاء، دي حتى اغلى من كاس العيون الذهبيه اللي كان في المغاره. ومحمد بيديها الجواره وبيقول لها بصي انا اديتك المرتب بتاعك يا بنت الهبله، وده رزقك وما ترفضيش رزقك، خديها مني وعاوزه ترميها ارميها ولكن ما ترفضهاش بالصلاه على النبي. وبيفترقوا يابا ونزار بيروح الغابه يجرب التعويذه على مازن عقبال ما رهف تستلم الجايزه بتاعتها وترجع له ويكملوا رحلتهم بالصلاه على النبي. وبينتقل المشهد لسما وهي قاعده مع الحاكمه عيشه وبتقول لها انا عاوزاكي تشفي صحابي اللي اتصاب، اكيد انت تقدري. فعيشه بتقول لها طبعا هقدر وبكل سهوله كمان. وعيشه بتتكلم بكل خبث وبتقول في قوانين جديده بتفرض عليا اني ما استخدمش تعويذه الشفاء على الضعفاء بالصلاه على النبي. وعيشه بتقول لها مش ناويه تتخلي عن فريقك بقى وتنضم لفريق سيف يا بت يا سما. وسما بتقول لها انا وسيف مش هننسجم مع بعض بالصلاه على النبي، ده مش همه ان اعضاء الفرقه بتوعه بيموتوا، اهم حاجه يعلي مستواه. فعيشه بتقول لها مش مشكله الضعيف يموت، اهم حاجه القوي يزداد قوه. ولما بتخرج عيشه بتقعد تشتم فيها وبتقول والله لا فشخك يا بت يا سما واعمل معاك الهونجا بونجا. وبينتقل المشهد لمحمد وهو بيقول جود اتاخرت عليا قوي، انا قلبي بيقول لي ان حصل لها حاجه. وبالفعل يابا محمد بيشوف فرسان التنانين السوداء بالصلاه على النبي، وبيسمع ناس بتقول ان الفرقه ارسلت نائب قائد الكتيبه الخامسه. وبينتقل المشهد لجود وبتقول استرها معايا يا رب، انا مش عارفه استخدم تقنيه ارواح النور بسبب سحر الظلام اللي كلهم بيستخدموه. بس على مين يابا، البت جود برضو مش اي ولا زي بتقدر تغلبهم كلهم، ومش بيتبقى غير واحد واللي اسمه زيون، وده يابا يبقى النائب بتاع قائد الكتيبه الخامسه في فرقه التنانين السوداء بالصلاه على النبي، وبيكون واضح انه قوي جدا. وبتقول
فبتقول له انتوا مش هتسيبوني في حالي بقى يا عم، انتوا عاوزين مني ايه؟ فبيقول لها معرفش، اسالي الحكام هم اللي عاوزين يقتلوكي، وانا بصراحه كنت ناوي اخدك عبده واقعد اعذب فيك يا بت يا جود، ولكن جالي اوامر ان انا لازم اقتلك فورا. وخلاص بيكون هيخنقها ويقضي عليها، ولكن يابا بالله عمك وعم الدنيا وعم العالم وعم الناس بيتدخل وبيستخدم قدره الشلل وبيقول له اخشع علي اخشع علي بدل ما افلقك نصين علي. وجود بتقول له انت جيت ليه يا نزار؟ فبيقول لها جيت عشان انقذك طبعا يا بت يا رهف. فبتقول له لو سافرت معايا فده معناه ان اقوى فريق في العالم الفرسان السوداء هيطاردك وهيكون عاوز يقتلك يا ولي. فبيقول لها طز فيهم واللي يجي علينا نحطه تحت رجلينا. فجود بتديله الجوهره وبتقول له احنا لازم نلغي العقد اللي ما بيننا، ولكن ساعتها نزار بيديها كيس مليان جواهر وبيقول لها انت افضل حارسه لقيتها حتى الان يا بت يا جود، ولما فكرت لقيت اجرتك مش مناسبه والاجره المناسبه المفروض تبقى اعلى. وبيقول لها اهم حاجه دلوقتي لا مؤاخذه اقلعي الهدوم يا بت يا رهف. فبتقول له كنت متاكده انك حيوان وزباله، كل الرجاله كده كلكم ذئاب بشريه. فبيقول لها اسمعيني يا بنت الهبله، انا قصدي انك تغيري هدومك وتتنكري بالصلاه على النبي، لان اكيد واحد منهم راح بلغ عن اوصافك وعن الهدوم اللي انت لابساها. فبتقول لا مؤاخذه يا عم نزار والله ده انا ما شفتش في احترامك ولا في ادبك ولا في جمالك ولا في كيادتك ولا في اي حاجه. ورهف بتقول له انت بتعمل معايا كده ليه يا ولي؟ فبيقول لها بنت رهف عشان انت شخصيتك بتفكرني بعمتي ايلين بالصلاه على النبي، ودي اطيب شخصيه انا عرفتها والقدوه والبطله بتاعتي. ونزار يابا بيروح يسال الجندي مين اللي اصدر اوامر بقتل رهف يا ولي، لو اتكلمت وقلت لي يا ولا هسيبك تعيش بالصلاه على النبي. وبالفعل يابا الجندي بيكون هيقول له على كل حاجه، ولكن هوب دروب سكالوب بيلاقي سيف يابا راشق في نص دماغه بيفلقه نصين بالصلاه على النبي، وده يابا يبقى ايهاب قائد فريق الفرسان السوداء بالصلاه على النبي. والولا نزار بيقول نهار اسود ومنيل، شكلها هتمطر كلاب وسكاكين على دماغي، شكلها هتمطر كلاب وسكاكين على دماغي. ده كمان مش لوحده يا اخوانا، ده معاه الاربعه قاده الكتايب بتوع فرقه الفرسان السوداء بالصلاه على النبي. انا هموت. وبنعرف في عيلة نور ان فرقة الفرسان السوداء مكونة من 4 كتايب بالصلاة على النبي، كل كتيبة ليها قائد وده يبقى اقوى عضو في الكتيبة بالصلاة على النبي، والولا ايهاب يبقى اقوى منهم كلهم وهو يبقى رئيس ال4 كتايب بالصلاة على النبي. ونزار بيقول انا لازم ادرس كل حركة كويس لان انا دلوقتي قدام اقوى واحد في البشرية كلها، ولكن نزار يابا بيكون بيضحك ومتحمس بالصلاة على النبي. وساعتها رهف يابا بتقول لهم انتوا ليه عايزين تقتلوني يا ولي؟ فبيقول لها مش احنا اللي عاوزين نقتلك يا اميرة الجنيات، اللي عاوز يقتلك يا ولية واكتر واحد كنت بتحميه ملك البلاد. وساعتها بنعرف ان رهف كانت الحارسة بتاعت حاكم الشمال بالصلاة على النبي، وفي مرة عرض عليها انها تتجوزه ولكنها رفضت يابا، وساعتها الحاكم دوت امر بقتلها. والبت رهف يابا بتكون مصدومة ومش مصدقة اللي بتسمعه. ونزار هنا يابا بيتكلم وبيقول له انت ايهاب الاقوى في البشرية يا عم الحاج. فبيقول له عاوز ايه يا ولي؟ والنائب الاول يابا بيقول انت بتدي اهمية للحصان دوت ليه يا كبير؟ فبيقول له اللي مش عاجبك ده يا ولي مستني اقل صغر عشان يهجم عليا. ونزار بيقول له انت اكيد يا ولي كل اللي قتلتهم ضعاف جدا لدرجة انك مش لاقي خصم قوي تستمتع معاه في القتال بالصلاة على النبي. طب ايه رأيك يا ولي تقاتل حاكمة مملكة ايون عيشة؟ فايهاب بيقول له الحاكم بتاعنا عامل معاها معاهدة سلام بالصلاة على النبي، ولكن يا ولي انا معلق امال كبيرة على الابطال اللي هي استدعيتهم من عالم تاني بالصلاة على النبي، لان دول يا ولي بيبقى عندهم قدرة اكتر للترقية من مستواهم بسرعة. بس انا دلوقتي المهمة بتاعتي يا ولي ان اقتل البت رهف. ورهف بتقول له انتوا مش كفاية قتلتوا الشعب بتاعي كله، ما تسيبوني في حالي بقى، منك لله منك لله. فبيقول لها عاوزة تعرفي ليه قتلنا المملكة بتاعتك كلها بت رهف؟ فبتقول له قتلتوها ليه يا ظلمة المفتريين، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. فبيقول لها قتلناها عشان خاطرك يا بت رهف، وده لان الكاهنة بتاعتنا في مملكة الشمال قالت للملك انه لازم يقتلك كأضحية، ولكن الملك يا بت رهف رفض لانه كان بيحبك وعاوز يتجوزك. وساعتها الكاهنة امرت ان احنا نفشخ شعب الجنيات بتاعك كله بالصلاة على النبي، ودلوقتي جه الوقت عشان نخلص كل حاجة، اتشهدي على روحك يا بت رهف. وساعتها يابا بيقطع كلامه نزار وبيقول له انا حققت لك امنيتك يا عم الحاج. فبيقول له ازاي يا ولي انا قوي جدا والكل حسالة بالنسبة لي ومش هتلاقي حد ابدا ابدا يضاهي قوتي الجبارة. وساعتها يابا نزار بيقرر يقول له على اسمه الحقيقي وبيقول له صلي على النبي في قلبك يا عم ايهاب. انا بالصلاة على النبي يا ولي اسمي الحقيقي
محمد مش نزار. لو مش بس كده، ده انا كمان واحد يابا من اللي الكاهنه عيشه استدعيتهم من عالم اخر. فبيقول له انت ليه يا ولي مش مع الفرقه بتاعتك بالصلاة على النبي؟ فبيقول له ده لاني مميز وقوتي بتزيد بسرعه. فبيقول له انت بتتكلم جد يا ولا بتكذب عليا وبتسوحني؟ فبيقول له وحياة امك وامي بتكلم بجد يا ولي. بيقول له خلاص يا عم انا قررت اعفو عنك ومش هقتلك دلوقتي لحد اما تبقى قوي جدا كده يا ولا وتيجي تقاتلني. اتفضل امشي بقى دلوقتي وسيبني لان انا لازم اقتل البت رهف وفشخها. فنزار بيقول له وانا ما قلتلكش؟ ما هو مش هينفع تقتلها يا عم ايهاب لان البت رهف ديت تبقى المرشده بتاعتي في العالم ده هو تولي، وانا بصراحه ربنا محتاجها عشان ابقى اقوى واعرف اقاتلك بالصلاة على النبي. فايهاب بيوافق وبيقول له خلاص يا عم انا قررت اسيبها تعيش. ايه ده بس بالسهوله دي؟ والنائب التاني فهد بيقول له ازاي بس يا قائد هتسيبها؟ ده احنا عندنا اوامر من الملك شخصيا ان احنا نعمل معاها الهونجا بونجا. فبيقول له اعمل نفسك عبيط يا ولي، اعمل نفسك ما قابلتهاش اصلا. ومحمد يابا بيقول في نفسه ايهاب وافق يسيبني لانه متكبر وبيراهن ان مفيش حد ممكن حتى يقرب من نص مستوى قوته. واهم ثغره عند الاشرار يا ولا هي التكبر بالصلاة على النبي. ومحمد يابا بيستخدم قدره الشلل بتاعته وحرفيا يابا بيقدر يسقط ايهاب والاربع فرسان بتوعه. الله لا لا شكله هيعملها ولا ايه ولا نزار؟ وبيحاولوا يتحركوا يابا، ولكن قدره الشلل كل لما تقاومها بتسرع من موتك بالصلاة على النبي. لو مش بس كده عم الحاج ده كمان بيستخدم قدره السم يا اخوانا. شكلها تبقى مدعكه يا عيله نور، شكلها تبقى مدعكه يابا. واللي بنشوفه دلوقتي دوت يابا محدش يصدقه. اول نائب من فرقه الفرسان السوداء بيموت بالصلاة على النبي، ولكن بيبقى في تعويذه عاملها انه اول ما يموت ينطلق من جسمه اشاره خطر. الله ده بيتجمع كل اعضاء الفرسان السوداء يا اخواني. وايهاب بيقول لهم اقتلوه بسرعه يا ولي، اقتلوا بسرعه ابن الصرمه دوت وفشخوه، هيخلص عليا يا اولاد الصرمه، اقتلوه بسرعه. وساعتها بنشوف ان سلايم مازن يابا اندمج مع محمد بالصلاة على النبي، وهي دي يابا بتبقى تعويذه تقويه الوحوش اللي نزار عملها. وحجم مازن بيكبر يابا وبيقدر يقرب من الفرسان بالصلاة على النبي، وبالطريقه ديت يا ولي مازن بيبقى جزء من جسم نزار، فبيخليه يابا يقرب من اي عدو ويقلل المسافه بينهم. وساعتها يابا نزار بيقدر يستخدم قدره الشلل بالصلاة على النبي. يا جدعان ولا محمد او نزار ده بقى خرافي حرفيا، هو دلوقتي بيقضي على الاقوى في البشريه وكمان بالفرقه بتاعته يابا والنواب والمساعدين بتوعه. ومحمد بيقول واضح انك قوي يا ولا ايهاب ولسه ما فقدتش وعيك بالصلاة على النبي، وده كويس يا ولي عشان تشوف فرقتك كلها وهي بتموت قدام عينيك يا ولي. وبالفعل يابا قادة الكتايب الاربعه بيطلعوا انفاسهم الاخيره، وايهاب قبل ما يموت بيقول لنزار انت اخطر كائن حي انا قابلته في حياتي. وساعتها بنشوف ان الملقب باقوى بشري بيودع الحياه. فانزل بسرعه يا ولا وصل الفيديو دوت 2000 لايك عشان اكمل لكم في الانمي بالصلاة على النبي، وشير الفيديو يا ولا على صفحتك على الفيسبوك او لاصحابك على الواتساب يا ولي. وما تنساش طبعا تتضم لعيلة نور عشان يوصل لك كل الحلقات الجديده. وكان معاكم نور من قناه ملخصات نور، وبس كده سلام.